مزدوج جنسية جديد يحمل الجنسية الألمانية. اقتربت الجامعة التونسية لكرة القدم من إقناعه بالانضمام إلى نسور قرطاج خلال النسخة القادمة من كأس العالم، وهو شقيق أحد نجوم ريال مدريد السابقين والمتوج بكأس العالم في المنتخب الألماني. فمن هو؟ بعد الفشل الذي عاشه المنتخب التونسي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب والخروج المبكر من الدور ثمن النهائي، بدأت التحركات سريعا لتدعيم الصفوف قبل المواجهة المرتقبة في بطولة كأس العالم. الجامعة التونسية لكرة القدم بدأت تكثيف عملها على ملف اللاعبين مزدوج الجنسية، ومن بين هؤلاء اللاعبين نجم ألماني الجنسية تونسي الأصل، وهو شقيق أحد نجوم ريال مدريد السابقين والمتوجين بكأس العالم مع المنتخب الألماني. الحديث هنا عن راني غديرة، لاعب نادي يونيون برلين الألماني، والذي دخل في مفاوضات منذ سنوات مع الجامعة التونسية لكرة القدم. وأخيرا وبعد محاولات مع زياد الجزيري المدير الرياضي للمنتخب التونسي والمنسق العام النجم وهبي الخزري، وافق راني غديرة على تمثيل نسور قرطاج. راني غديرة يبلغ من العمر 32 عاما، وسيبدأ رحلته مع تونس خلال التوقف الدولي في مارس المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام كندا وهايتي قبل انطلاق منافسات كأس العالم. في الموسم الحالي يقدم راني غديرة مستوى مميز للغاية، محرزا 3 أهداف خلال 18 مباراة شارك فيها مع ناديه الألماني، لكنه لم يكن محظوظا على المستوى الدولي إذ مثل المنتخب الألماني تحت 21 عاما فقط. راني هو شقيق الأصغر لسامي غديرة نجم ريال مدريد السابق ونجم المتألق مع المنتخب الألماني في خط الوسط، والذي نجح في التتويج بلقب كأس العالم 2014 مع الماكينات الألمانية في البرازيل. سامي غديرة نفسه خاض الاتحاد التونسي لكرة القدم العديد من المحاولات لإقناعه بتمثيل المنتخب التونسي في السابق، إلا أنه كان أحد العناصر الأساسية مع المنتخب الألماني على مدار مسيرته، وكان من الصعب إقناعه بتمثيل تونس. راني غديرة سار على ضرب شقيقه وظل يرفض تمثيل المنتخب التونسي لسنوات طويلة على أمل الانضمام إلى المنتخب الألماني، خصوصا وأنه يلعب في خط الوسط المدافع. ولد راني غديرة في ألمانيا وتحديدا في مدينة شوتغارت عام 1994 لأب تونسي وأم ألمانية، لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع المنتخب الألماني الأول. يمكن لراني غديرة تغيير جنسيته القروية بسهولة شديدة بمجرد تقديم الطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليكون من السهل عليه التواجد مع نسور قرطاج في المعسكر المقبل رغم كبر سنه، إلى أن غديرة سيقدم للمنتخب التونسي إضافة قوية في ظل النقص العددي في لاعبي وسط الملعب المدافعين لدى نسور قرطاج، وهو المركز الذي تسبب في أزمة كبيرة لتونس في كأس العرب وأمم إفريقيا.